متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات قصيرة قادرة أن تلفت بصرك وتأخذ بك إلى مسلك الإيمان والهدى. هكذا شكلت الحكم العطائية فارقا بين الكتب الصوفية، فأحبها العوام والعلماء من المسلمين لما احتوت عليه من لطائف عرفانية تذكر بالله عز وجل وتدل عليه. يعد العالم الصوفي ابن عطاء الله السكندري أحد أركان الطريقة الشاذلية. ولد ونشأ في الإسكندرية في القرن السابع الهجري. أنكر على الصوفية ثم صار منهم واتبع مسلكهم، وكتب هذا الكتاب المحتوي على 260 حكمة بأسلوب فريد بليغ يوصل الفكرة بكلمات يسيرة. ولاقى السكندري إلى يومنا هذا تأييدا كبيرا من عموم المسلمين، حيث لم تبدو له شطحات تؤخذ عليه. يقول ابن عطاء الله: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. يقصد ابن عطاء الله الاعتماد على العمل هو الاعتماد على العبادات والطاعات، فيذم من يعتمد على عمله أنه سيوصله الجنة، ولذلك لا يهتم هذا الإنسان إلى زلاته وخطاياه. تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. تختلف موازيننا في تحديد الأولويات، فنحن نختار أن نجتهد في طلب الأموال والدنيا وننسى العبادة وهي ما طلبه الله منا. إن الكلام العرفاني أو الصوفي لا يتكلم عن الفقه أو السيرة أو العقائد بقدر ما يتكلم في روح علاقة العبد بالله عز وجل. فها هو ابن عطاء الله يكلمنا عن روح الإيمان والتصديق والرضا، وطريق للتقرب من الله عز وجل بإخلاص الإيمان له وتهذيب النفس في حضرته. فهي عبارات في غاية البلاغة وتصل للقلب وتذكر بالله. بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. من الأحوال عند الصوفية هو القبض والبسط، فالبسط هو السعادة القلبية بذكر الله، والقبض هو حال الخشية من الله. وهذه الأحوال يرى الصوفية أنها من إلهام الله، وهي ضرورية كي يرتقي بها العبد في درجات السالكين. يقول ابن عطاء الله في إحدى حكمه: متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة. أي أن العبد إذا عمل طاعة ما فهذه نعمة ظاهرة، وأما النعمة الباطنة
هي أن لا يرى تلك الطاعة شيئا ويلوذ بالله ويستغني به عن ما سواه حتى لو كانت طاعاته. الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. إن العارف في مفهوم ابن عطاء متيقظ أن الله هو المتحكم بكل هذا الوجود، فالعبد يراقب الله في كل حدث وفي كل تصرف. يقول ابن عطاء الله في الواردات الإلهية: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. أورد عليك الوارد ليستعملك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. يقول ابن عطاء الله في تأخر الدعاء: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. يقصد بالقدر هو بلاؤه عز وجل، وهو بذلك يقول أن اللطف لا ينفصل عن البلاء. خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية. العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا، ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليل. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. متى فتح باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء.
إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالا منك. يرى الصوفي أن بعض أحوال العبد هي إشارات من الله، فهو عز وجل يري الإنسان خطأه كي يتعب فيحزن العبد، ثم يسعده بأن يخفف عنه بصحبته من هو أسوأ حالا، وهكذا. لا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده، أي أنها عبادة بعيدة عن رياء الناس، وكذلك عن رياء النفس أيضا. مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. تنويه: هذه الحكم التي كتبها فقيه وصوفي مصري في القرن السابع الهجري هي حكم لها أبعاد روحية عميقة وذوق خاص، وهي تراكيب شعرية تفهم ضمن سياقها الشعري المجازي، ولا يهدف مما نذكره هنا الترويج لعقيدة الصوفية أو غيرهم. فخذ أخي المشاهد من الحكم ما يتفق معك، واترك ما لا ينسجم مع اعتقادك. انطلاقا من القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحكمة ضالة المؤمن. الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. شتان بين من يستدل به
أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. لا تتعد نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه، فحسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا، وهل أسدى إليك إلا مننا. العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى، يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى،
فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. لا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله. العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره. أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه. لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر، ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر. ولذلك قيل أن شمس النهار تغرب بالليل، وشمس القلوب ليست تغيب. ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافات، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقا، وبأوصاف عبوديتك متحققا. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لولا جميل ستره لم يكن عملا أهلا للقبول. أظهر كل شيء لأنه الباطن، طوى وجود كل شيء لأنه الظاهر. الأكوان ثابتة بإثباته، وممحوة بأحدية ذاته. في المدح يقول ابن عطاء الله: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك،
فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس.